خد بالك يا برج العقرب، الفترة دي انت عايش في صراع بين الماضي اللي مش راضي يسيبك والمستقبل اللي مستني منك خطوة واحدة بس. كل ثانية بتعدي ممكن تضيع منك فرص. انت حاسس بتوتر جواك، حاجات كتير مش عايزة تهدى، ذكريات قديمة لسه مأثرة فيك، حاجات مضايقاك وبتطلع فجأة وتخليك عصبي. وفي نفس الوقت انت حاسس ان في فرص جاية، فرص ممكن تغير حياتك لو خطيت خطوة واحدة صح. انت واقف على حافة، كل خطوة محسوبة هتحسم الصراع اللي جواك. اللي حواليك دلوقتي فيهم ناس هتقرب وناس هتبعد من غير سبب واضح. ممكن تحس بالغضب أو الحيرة أو حتى الغيرة، بس ركز في قلبك. كل كلمة هتقولها، كل تصرف هتعمله هيفرق مع اللي حواليك. أي علاقة دلوقتي هتظهر لك على حقيقتها، واللي مش حقيقي هينكشف، والجدع بس هو اللي هيقف جنبك. الفرص مش هتيجي لوحدها، لازم تتحرك. لو قعدت سايب كل حاجة للصدفة هتلاقي نفسك واقف في نفس المكان، لكن لو ركزت وخدت خطوة محسوبة هتشوف الدنيا بتتغير حواليك. أي قرار متسرع ممكن يوقعك، لكن أي خطوة مدروسة هتفتح لك أبواب جديدة كنت مستنيها من زمان. الضغط اللي جواك محتاج يطلع، مش هتقدر تكتمه أكتر من كده. طاقتك متذبذبة جدا، عقلك محتاج هدوء. لو فضلت تهمل نفسك هتضيع فرص كتير. ركز في اللي يهمك وسيب الباقي. الفترة دي محتاجة منك كل تركيزك. أي خطوة غلط هتعملها هتفرق جامد في حياتك. مش عيب إنك تسمع لقلبك، بس في نفس الوقت خد قرارك بعقلك كمان. خليك صاحي لكل حاجة. لو عايز نصيحة دقيقة جدا لبرجك، اكتب لي برجك دلوقتي وهقول لك بالظبط اللي لازم تعمله الفترة دي. أما العقرب فالفترة دي فرصتك إنك تغير حياتك.